ساهم عبء القرون والاضطرابات السياسية في إتلاف التحفة الفنية التي بناها مولاي إسماعيل، ولكن أعمال الترميم طالت بعض الأماكن فيه. وأدرجت الإسطبلات الملكية ضمن برامج إعادة التأهيل التي ستنظم في السنوات القادمة، كما أدرجت المدينة ضمن الإرث العالمي في اليونسكو منذ العام 1995، وحافظت على سحرها الخاص الذي أثار فضول الباحثين وعلماء التاريخ. لن يتمكن هؤلاء الآخرون من الإجابة على العديد من التساؤلات التي تثيرها الإسطبلات. تؤكد في بادئ الأمر الشهادات أن البخارى أو الجيش الملكي كان يضم 12 ألف حصان، مما لا شك فيه أن الإسطبلات الملكية كانت تأوي عددا منها. ولكن ماذا عن البقية؟ إسطبلات قادرة على احتواء الآلاف من الدواب. في مكناس الحالية لم يعد لهذا البناء من وجود، ولا نرى فيها أي أثر. والأهم من ذلك كله هو أن هذا الصرح الأثري ليس مفتوحا أمام الجمهور. ففي حي الزيتون ينتصب هيكل بناء غريب قبالة بوابة مقفلة وسور منحدر. قرر المغامرون رفع النقاب عن أسراره الغامضة. فالروى القائمة في قلب حي سكني حديث تمتد على طابقين، ومن الصعب تحديد الفترة الزمنية التي انهار فيها سقفها مخلفا المصطبة الفسيحة مكشوفة. الروى إنه الاسم الذي أطلقه السفراء الفرنسيون للإشارة إلى أهمية إسطبلات مولاي إسماعيل. تتميز الإسطبلات التي يطلقون عليها أيضا اسم الروى بروعتها، فهي تمتد على شكل ممرين طويلين من اليمين واليسار، تعلوهما القبب والقناطر الضخمة، ما يجعلهما أشبه بممرين متوازيين ومتقابلين. نجد الأجنحة المخصصة لإيواء الخيول تحت هذه القناطر. تغطي الأنقاض المتراكمة حالياً القناة والمقصورات الصغيرة المبنية على شكل قبب، والتي كانت تخزن فيها السروج وفق ما جاء في الروايات التي تناقلها الناس، وتستخدم كحوض لشرب المياه. في المقابل يبدو الطابق السفلي من المبنى الموزع إلى مرابط صغيرة مهيئاً لاستقبال الخيول. في سبيل الدخول إليه علينا أن نتسلل عبر منفذ صغير، ما يجعلنا ننتقل إلى مرحلة جديدة من لغز الإسطبلات. من الممكن أن تكون أجنحة المبنى قد وزعت على أحياء مختلفة من المدينة، بغية إيواء خيول الجيش الوطني البالغ عددها 12 ألفاً. ومن الممكن أن تكون الروى قد أدت دور إسطبل. ولكن لماذا صمم مولاي إسماعيل بناء مرتفع السقف ومظلما إلى حد يجعله أشبه بدهليز؟ هل كانت الروى تستخدم لغايات أخرى؟ من الصعب في الوقت الحالي الرد على هذه الأسئلة. أضف إلى ذلك أن الأحاديث التي يتناقلها علماء التاريخ حول الإسطبلات في مكناس تبدو متناقضة. من جهتها لم تبدي وزارة الثقافة المغربية رغبتها في إعادة تأهيل إسطبلات الزيتون، كما ساهمت عمداً في إثارة شكوك حول غاية الإسطبلات الأولى العائدة للحرس الملكي، مدعية في بعض الأحيان أنها كانت تضم خيول الجيش البالغ عددها 12 ألفاً، ومرددة في أحيان أخرى أنها كانت مجرد أهراء. إذ من الأفضل أن نكتفي بنصف الحقيقة التاريخية التي لا تكلف كثيراً من أن نعيد النظر في التفسيرات المتوفرة من خلال نبش أنقاض القصر الذي نسيه الجميع. سر من أسرار التاريخ، سر من أسرار الهندسة المعمارية، سر من الأسرار التي لم تقل.
ما زالت قناطر اسطبلات مكناس تمد يديها نحو السماء حاملة أسرارها المدهشة.